السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا شيماء بقدم اسهل وابسط الوصفات. النهارده هنكمل مع بعض بقية ملف الفراخ بتاعنا اللي هنعمله على قد الايد. كل اللي قدامكم في الطبق ده كيلو من الاجنحة، كيلو واحد من الاجنحة. انا بنقي الاجنحة تكون حلوة كبيرة، لو قدرت ان انا بوفرها من الفراخ اللي انا بستخدمها خلاص تمام، او بشتريها على طول من عند الفرارجي. كيلو أجنحة تكون كبيرة نضيفة حلوة، بغسلها حلو قوي بمية وملح ومعلقة سكر وعصرة ليمونة، وانقعها حوالي ساعتين. بعد كده اغسلها حلو قوي. البهارات عندي سهلة خالص زي ما انتوا شايفين. عندي كركم، عندي كزبرة ناشفة، عندي ملح، عندي روزميري، عندي بابريكا ودي اهم حاجة، فلفل اسود. وبحط كل المقادير عندي على الأجنحة. بس كده، بس كده. بقلبها كويس جدا جدا جدا، واسيبها لمدة ساعة. بعد كده اجيبها واضيف عليها معلقتين كبار خل، معلقتين كبار خل، واسيبها كمان لمدة ساعة. بعد كده بجيبها وارصها في الصاج او الصينية او البايركس حسب ما انتي هتقدمي، وممكن كمان اعملها جوه طاجن عادي جدا، مش هتقول لا. برصها وبنزل على كل الكمية بتاعتي بباقي التوابل اللي عندي في الطبق اللي انا كنت سايباها فيه عشان تشرب باقي التوابل. بعد كده برفعها على عين سخنة تاخد غلوة، وبعدين ادخلها الفرن تكمل شويها، وهو ده الشكل النهائي بتاعها. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك، وما تنسوش علقولي وتقولولي نفسكم نعمل ايه، واستنوني في باقي وصفات الفراخ بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.